السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني مجنناني كتير. عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. كل سنة وانتم طيبين. العيد قرب علينا خلاص اهو، كلها كام يوم. اللي عنده حاجة يذبحها. انا عن نفسي هتذبح. عندي بني ادمه ايه هذبحها، كبرتها وبغلتها ونذبحه بقى، نشق السكين على طول زي البطيخه كده. ليا انت ربنا يخليك ليا، هذبحك كمان عشان ناكلك في العيد. مش لاقيين ناكل ولا ايه؟ ده احنا جايبين كتاكيت صغنونه قربت تكبر ما شاء الله. عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. المهم احنا جايين بقى نصور معاكم ايه حاجات كده من نزاهه شويه، مخنوق. عاملين ايه؟ والله قلت اكلمكم شويه واعبر عن مشاعري معاكم. كان عندي طماطم شارياها امبارح كيلو ونص ب5. طبعا العيد داخل. طماطم بعد ما كانت ب5 جنيه دلوقتي غلت، بقت بكام؟ الكيلو ونص ب10. طبعا قبل ما يجي يوصل علينا العيد بص الطماطم والله كانت هتضرب مني. ده انا جايباها من امبارح بالليل وشايلاه واحنا دلوقتي المغرب. مكسله اعمل اي حاجه في البيت النهارده طول النهار طول النهار. المهم جبت 3 كيلو طماطم، لا جبت ب15 جنيه، معرفش يبقى قد ايه، 3 كيلو وشويه. قلت بقى اعمل طماطم لا حلوه جميله اهي. بصوا كيلو ونص ب5 جنيه. هي حلوه. هنسلقها، هغسلها واحطها في الحله كده مع شويه ميه صغيرين واغليها على البوتاجاز، ولما تبرد اضربها في الخلاط واطيبها حبه وارش عليها شويه زيت بقى ومشغلاها ايه في التلاجة عشان نعمله بقى البامية. امبارح بقى ماشية في السوق لقيت البامية بكام؟ هي كبيرة مش صغيرة ماشي، لقيتها ب20 جنيه. هاتيها يا ساندي كام التلاجة؟ هي كبيرة كده بس طرية جميلة مش وحشة. قلت اجيب كيلو، والله جبت كيلو. انا اللي باكل البامية انا والعيال، برضو جوزي بياكل منها حلوة. تحت يا ماما اي حاجة. وجبنا بقى برتقان. النهارده كنت عاملة صينية سمك اللي هو السردينه البساريه الصغيره دي، عملتها بصوا ما شاء الله. قعدت انا والعيال بس لفيت سندوتشات، اخد السمكيه كده بحته طماطمايه وحته بصلايه واقطم بقى كل لحد ما البطاطس خلصت، السردينه خلصت. جه جوزي يا عيني يعني قدامه ساعتين كده ولا حاجه يجي مش هيلاقي حاجه ياكلها، وساندي شطبت عليها ما شاء الله. عندي اخر حبه بقى موجودين اهم، ساندي كانت بتنضفهم اهو بصوا، ولسه بقيتهم اهو يعني حبه صغيرين. هعملهم له بقى يقليهم، يعمل له اي حاجه كده ياكلهم، وانا ابقى اعمل الاكل تاني برضو اي حاجه يتسلوا بيها. وادي الباميه بامياتي. في ناس بيعملوها ويكا، قولوا ويكا قولوا ويكا قولوا ويكا. بصوا يا جماعه، طبعا المره اللي فاتت ابهرتكم بالسمك صح؟ شوينا سمك كتير وقعدنا كلنا يا لهوي كان طعم عسل. لسه عندي بقيه السمك عن يشوي المره الجايه ان شاء الله ونطلع، بس المره دي بقى مصمصون. باميه جميله اهي بصوا، جميله والله طريه خالص. بصوا جميله قوي مش وحشه كده. مخزنه كيس باميه. الباميه هتغلى طبعا على العيد، هتبقى ب50 جنيه و60 جنيه وممكن تعدي ال100 جنيه، الله اعلم سعرها هيبقى عامل ازاي. اهو بجيب اللي على قدي خلاص بقطعها على نصين او 3 بتبقى جميله. المهم ايه مطبخي الصغير ده يا رب يكبر، يا رب مطبخي يكبر. ادعي لي يا بنت، ادعوا لي يا جماعه بالله عليك يا رب مطبخي يكبر. انا مش عايزاه يكبر بس عايزاه يبعد بعيد عن الحمام، لان انا بصوا الحمام ورايا على طول اهو، عيالي داخلين الحمام طالعين كل حاجه في ظهري مش عارفه اتحرك انا خالص. انما لو المطبخ حتى لوحده لو قد كده هنقدر حتى نقف فيه لوحدي اطبخ واحضر الاكل وساندي تاخد مني وتودي، انما كده مش عارفه اتحرك. ادعوا لي قدامي شقه يا رب اخدها، يا رب يا رب يا رب اخدها. هي 3 اوض كبيره وحلوه جميله كده على قد انا وعيالي، نلموا بعضنا فيها ونقعدوا مع بعض اصدقاء. نفضل باميه عشان مين اللي هيقمع الباميه يا سوسو؟ ساندي اللي بتقمع لي الباميه بصوصها بقى بدودها. انا باكل من ايديها وخلاص، لان انا بصراحه اللي خلاني بجيب الباميه كبيره كده ليه؟ ما عنديش خلق ليها. كنت بقعد اعملها وانا صغيره، ماما كانت تقعد تقول لي اعملي فين السكينه، بتاخد السكاكين كلها. ماما كانت تقول لي قشريها بصوا، كنت اقعد اعملها كده 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 بصوا اهي. طبعا لو كبيره ماما كانت بتقسمها نصين كده. انا بقى ايه عشان مش ماشي فانا طبعا الواحد تعبت كتير
ما عادش عندي خلق، ما اعرفش ليه. كان الاول كان عندي طولة بال وكنت كويسه، ما اعرفش ايه اللي حصل لي مره واحده. طبعا احنا بنغسلها بعد ما تتعمل، بنغسلها، مع ان في ناس الاول بتغسلها بس انا بحسها انها بتمزق في ايدي، فانا هنعملها ونغسلها وبعد كده نعبيها في الكيس ونشيلها. ده انا شكلي انا اللي عاملها وانا واقفه بتسلى معاكم. ده ايه الوليه السريعه المفعول دي. انا ما عنديش خلق اعمل باميه، ما عنديش خلق اخرط ملوخيه. الظاهر كده اللي عندهم السكر دول بيبقى مش عندهم خلق في حاجات ياما. كان نفسي ابقى كويسه شويه بس الحمد لله الحمد لله كله نعمه ورد. ايه دي والله ما كنت جايباها كده الباميه دي. طولت امتى دي؟ طولت قوي ما اعرفش. اللي ما شافنيش وانا بسبح. بتسبحي الله يعني؟ سباحه. ساندي وديتها السباحه امبارح كانت متمرمغه في الماء، ضحكت عليها دي. كنا نروح النهارده بس هي لقينا كانت بتروح البيسين في قريه مع شغل باباها من زمان، بس الكلام ده من 3 4 سنين كانت صغنونه. انما دلوقتي كبرت بقت تنزل عامله زي اسمه ايه ده الدولفين الليمبي. انت الدولفين مين؟ انت تعصلي الدولفين ولا جمال الدولفين ولا بوز الدولفين ولا تيجي حاجه في حلاوته ولا في جماله؟ لا ايه ده والله. امبارح يعني كانت تنزل وتطلع تنزل وتطلع. فين وفين لما افتكرت البحر وافتكرت الميه وافتكرت الذكريات قامت نازله بقى السباحه وبقت تطرطش برجليها كده وتبلبط، بقت جدعه شويه. والله قلت اوديهم بقى ايه يتسلوا بصراحه، قلت تتسلى حبه ولا توه من ماما. معانا مش زي البحر بيبقى زحمه وكركبه وامراض وقرف. كنت بصراحه كنت رايحه لوحدي. البسين نضيف حلو. المره الجايه ان شاء الله هنروحوا كمان يومين او بكره مش عارفه يا بكره يا بعده. هنروحوا بقى وناخدوا جيراننا معانا بقى ونروحوا ايه نهيصوا شويه. اول مره رحت انا لوحدي بس جيراني قعدوا بيحبوني قوي. جيراننا هيروحوا معانا بقى لما عرفوا ان ساندي راحت هنروحوا مع بعضينا كلنا بنتسلوا مع بعض. جيراني هنا حبايبي بصراحه اخواتي كلهم. هنروحوا مع بعضينا بقى ونهيصهم واللي عايز يغرق غرقه، بس كل خوفي من سلمى بصراحه يا جماعه والله خايفه. انا بقى خايفه تقع في البسين تحصل. لا انا قعدت يوم بلبطت يا جماعه. صدق دي البسكوته بتاعتي، بسكوت عارفين يعني ايه بسكوته؟ تدوب والله. هي اللي بتعلي عليها السكر عشان من كتر حلاوتها صدقوني. صح؟ ماما هاتي بقى. صدق انا عسل. بس اما يا اختي اما يا اختي ساندي بقى بتحب من ساعه ما عدت في المدرسه خلصت بقى وخدت لنا جابت لنا جائزه نوبل، جائزه هوبل من يومين وانا مشغلاه في البيت معايا. عايزه اكنس تقوم كنسه. انا بصراحه شايله السجاد وشايله حاجه كلها بس ايه نضفي يا ساندي تقوم كنسه. هي واختها الصغيره بصراحه سادة مع انها بتبهدل الدنيا كل شويه. سادة ماسكه لي المشابك تفضيهم من العلبه وتفضل تكسر فيهم وانا اركب، هي تكسر وانا اركب. يا ربي فضلت لحد ما خلاص تعبنا. المهم احنا هنعمله على ايدي يا جماعه. انا حضرت اللحمه المفرومه وحضرت كرومبايه مسلقاه وحطاه في التلاجة وحضرت ممبار نص كيلو ممبار بقاله شهرين عندي، كنت بدور عليه مش لاقيه عشان نعمله في الفتره اللي فاتت. الحمد لله لو هو كان تايه، حمدت ربنا لو هو كان تايه. فهنطلعه بقى اليومين دول عشان نحضروا بقى الاكل بتاع المحشي، الممبار والمحشي والكرنب مع حته فشه حته كرشه حته لحمه بقى، وعندي نص بطه كده مخبيه. انا بحب الخرفان خالص. بط العابد يا جماعه كان جوزي جايب لي واحده بس ما شاء الله. البط الفراخ انا بحبه 360 جنيه كبيره كده ما شاء الله ما شاء الله. قسمتها على نصين بقى النص قد كده والله لوحده جميله. وغير ما اتبقى مننا كلنا اللي كلناه في النص والله. واللحمه بتاعته حمرا جميله جميل. بط العابد تحفه بصراحه. انا مش بعمل اعلان بس هو جميل ما شاء الله عليه والله. تحس ان انت بتاكله. والحلاوه بقى اللي فيه ان جوزي بيجيب لي ماسوره من عند الجزار مع اللحمه اللي بيجيبها ساعات. اقوم واخده حته ماسوره مخليه مكسرها كذا حته، اخد الماسوره احطها مع الفراخ احطها مع الوراك احطها مع البط احطها في اي حاجه بتدي طعم يا لهوي جنان في جنان والله العظيم بجد. حته الماسوره بتنزل النخاع بقى وبتنزل الرواسب اللي فيها. تاكلوا بقى ايه لما تشبعوا. بتعملي ايه يا سندي؟ بتعملي اعلان باميه يا حبيبتي؟ بتعملي اعلان باميه؟ اعمل لك باميه احلى ساميه. دي مشكله. بصي يا جماعه المهم اسمعي يا سندي بعمل بقى بحط حته ماسوره صغيره كده النخاع بتاعها جميله مع الفراخ او مع الوراك. الفراخ البيضه اي حاجه بتديها طعم سكر سكر سكر. كانكم بتاكلوا لحمه بلدي يعني بتاكلي الورك كده كانك بتاكلي لحمه بلدي والله العظيم. جربوها بجد تحفه. فاللي يعملها بقى يدعي لي ولا الله يدعي الله يكرمك يا اماني ولا يا ام سيف. قولي لي يا ام سيف. انا اي نعم سيف ما بيطلعش معايا بس ادعوا لي.
المهم عندي نص بطه وعندي نص ممبار وعندي طبق وراك وعندي طبق بانيه مخبيه ده كله. خلاص يا ماما. خلاص ايه؟ خلاص يا ماما. خلاص ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي. ساندي دي عسل. المهم حبيبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه اليوميات. رجعتي يا حبيبتي؟ امال هم يعملوا ايه؟ وبعدين مفيش حد بقى بيتفرج كتير، محدش بيشوف كتير، محدش بيعمل لي لايكات، محدش بيبعت لي تعليقات. الله ينور عليك يا ام سيف. اي حاجه يا ام ساندي، اي حاجه، محدش بقى بيعمل الحاجات دي خالص. او يا ام سادة. طب قولوا لي ايه رايكم في الباميه؟ هي طويله، في ناس بتعملها ويكا، انا ما بحب، ما اعرفش الويكا بس حاسه ان ريحتها حلوه. حاجه اسمها الويكا بالصلصه. فيا ريت لايك واشتركوا في القناه يوميات ايمن واماني وساندي المجنناني. والله مجنناني. باي باي. ايه فين يا سوس؟ باي.